السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ معكم ميس أسماء سمير، مدرسة الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض شرح الجزء الثاني من اول درس في منهج الصف الرابع، درس الاماكن والاتجاهات من حولنا. تمام. قبل ما ابدا شرح وندخل في اي تفاصيل، صلى على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه خالص عندنا رقم 3 هنا بيقول لك مخطط المنطقه رحله سيرا على الاقدام. يعني ايه؟ انا هقرا لك واحكيها لك كحكايه وهتفهمها معايا ان شاء الله، بس ركز معايا. لاحظ المخطط من نقطه البدايه للمنزل للوصول الى الحديقه. يعني ايه يا مس؟ هقول لك. هو دلوقتي راسم لك اشكال قدامك، يعني منطقه كده، ويقول لك ده المنزل بتاعك، ده ايه؟ ده المنزل بتاعك. تمام. ودي الحديقه اللي انت عايز تروحها. فبيقول لك انت قدامك 3 طرق، والتلات طرق مختلفين عن بعض. تعال نتكلم بقى. قالك ادي اول طريق اللي هو باللون الازرق ده هيوصلك الحديقة. ادي تاني طريق ممكن تمشي منه وبرضه هيوصلك الحديقة. ادي تالت طريق وبرضه هتخرج منه من المنزل هتوصل للحديقة. ولكن التلات طرق مختلفين في ايه؟ بيقولك تعال نشوف كده. بيقولك الطريق رقم 1 اللي هو اللون الازرق ده. تمام. ماله بقى يا مس اسماء؟ بيقولك انت عارف الطريق ده طوله قد ايه؟ قد ايه؟ 650 متر. يعني طول الطريق عشان توصل من المنزل للحديقة 650 متر. ايوه، يعني هو كده الطريق طويل قوي ولا قصير ولا متوسط؟ يعني هوصل بسرعة ولا متأخر؟ لا، الطريق لا هو هيوصلك بدري قوي ولا متأخر، يعني متوسط. يعني الطريق لا طويل قوي ولا قصير قوي، هو متوسط. تمام. طب بالنسبة يا مس اسماء، لو انا خرجت من المنزل همشي في الطريق ده لغاية الحديقة، ايوه يعني هوصل ايه؟ هوصل بدري بسرعة ولا متأخر؟ يعني هقول لك متوسط. يعني انت هتطلع من هنا كده لا هتوصل بدري قوي ولا متأخر قوي، يعني الطريق لا هو طويل عليك ولا هو قصير، هو متوسط. ادي ايه؟ يبقى الطريق الاولاني متوسط. تمام. بعد كده بيقول لك اوصفي لي الطريق ده يا مس اسماء لما انا اخرج من المنزل ايه اللي هيقابلني؟ ايه؟ قال لك الطريق ده بمنحنيات. يعني ايه؟ يعني طالع من المنزل كده ليه داخله كده، بعد كده خارج تاني ليه داخله، يعني ليه كذا منحنى. تمام. يعني زي نظام شوارع كده. عارف انت لما تبقى مثلا خارج من المنزل فبتحود مثلا في شارع يمين بعد كده شارع شمال، فده احنا بقى بنقول عليها ايه في الدراسات؟ منحنيات. اللي هو ماشي كده من المنزل هتمشي كده الاتجاه ده، بعد كده تدخل هنا كده عند المدرسة، تمشي تاني تعدي على محل البقالة، بعد كده تروح الحديقة، فاسمه بقى ايه؟ منحنيات. تمام. يعني بعد كده بيقول لك عدد معالم الطريق. انا وانا ماشي يا مس هيقابلني ايه؟ كلمة معالم دي يعني ايه؟ الاماكن اللي هتقابلني وانا ماشي في الطريق لو انا رحت من الطريق ده من المنزل للحديقة. اول حاجة يا حبيبي هيقابلك مدرسة واشارة مرور ومحل بقالة. طب تعال نشوف الكلام ده صح ولا لا. اول حاجة انت خارج من المنزل، تمام، هتمشي. اول حاجه وانت ماشي هتعدي على ايه؟ اول حاجه قبلك ايه؟ اسمها بقى ايه؟ بدل ما تقول مكان هتقول معالم. تمام. ادي اول حاجه هيقابلك مدرسه. تمام. مشيت انت كمان شويه وجيت انت رحت كده في الاتجاه ده وبتحود كده عشان رايح الحديقه، هيقابلك حاجتين: اشاره مرور اهيت انت عديت عليها، وكمان بعد كده لما مشيت قدام شويه هيقابلك محل بقاله. فالاماكن دي اسمها معالم. يعني قابلك كم مكان وانت ماشي عشان توصل للحديقه؟ 3: مدرسه واشاره مرور ومحل بقاله، وبعد كده توصل للحديقه. ماشي. بعد كده بيقول لك ايه؟ قولي لي بقى يا مس اسماء، الطريق التاني ده عبارة عن ايه؟ قالك الطريق التاني ده اللي هو اللون الاخضر، ماله؟ طوله الاول 500 متر. اذا الطريق ده قصير عن الطريق ده. ايوه. طب بص كده اهو، بتخرج من المنزل تمشي على طول على الحديقة، لكن بتعدي على المكتبة بس وبعد كده تروح على الحديقة، فالطريق ده قصير. تمام. طب سرعة الوصول، هوصل بسرعة ولا يعني مش قوي ولا متوسط؟ لا، هتوصل سريع جدا. هتخرج من المنزل بسرعة جدا هتوصل للحديقة. تمام. طب وصف الطريق برضو فيه منحنيات زي ده كده يا مس اسماء؟ هقول لك لا يا حبيبي، ده مباشر. يعني ايه مباشر؟ يعني ما فيهوش اي منحنيات، يعني تطلع من البيت كده على الحديقه على طول، مش هيقابلك اي منحنيات خالص. تمام. طب وانا ماشيه يا مس اسماء هعدي على ايه بقى؟ انا هنا الطريق الاولاني لو انا رحت من هنا هعدي على 3 اماكن. طب انا لو مشيت من هنا هعدي على ايه؟ هقول لك. طب بص كده، انت خارج من المنزل ماشي اهو، عديت على حاجه اسمها ايه؟ مكتبه، ومن المكتبه بتمشي تكمل تروح الحديقه. تمام. بعد كده في طريق تالت اللي هو الطريق اللي بلون الاحمر. قالك انت عارف طول الطريق ده عشان تمشيه لوحدك وتوصل للحديقه قد ايه؟ قد ايه؟ 1000 متر. ايوه، يعني 1000 متر ده طريق طويل ولا صغير ولا ايه بالظبط؟ لا، هو طويل مش قصير، هو الطريق طويل. ايوه، يعني انا يا مس اسماء سرعه الوصول لو انا مشيت من المنزل لغايه الحديقه هوصل ايه؟ يعني بطيء ولا سريع؟ لا، بطيء جدا، يعني اتاخر قوي. يعني ليه بقى؟ لان الطريق طويل على ما توصل للحديقه. تمام. اوصفي لي الطريق كده لو انا حبيت اخرج من المنزل امشي بالطريق اللي هو ايه؟ الطويل ده، ايه اللي هيقابلني في الطريق؟
هقول لك وصف الطريق ان هو فيه بيه اصلاحات. الاول في شويه اصلاحات، يعني اماكن بيبنوها وبيجددوها وكده، فاحنا بنسميها اصلاحات. يعني مثلا لو انت خرجت من المنزل هنا رحت عند المسجد هتلاقوهم بيعملوا شويه اصلاحات فيه، يعني بيبنوه وهكذا. هنا برضو اصلاحات في الطرق وهكذا، يعني بيقابلك شويه اصلاحات وانت ماشي في الطريق فبتعطلك. تمام. طب هل وانا ماشيه يا مس اسماء من المنزل لغايه الحديقه هيقابلني اي اماكن وانا معدي كده؟ طبعا. طب تعالى نخرج كده مع بعض من المنزل، احنا كده ماشيين من المنزل اهو. اول حاجه هيقابلنا ايه؟ مسجد. بعد كده هنمشي نكمل طريقنا عادي، هيقابلك إشارة ايه؟ مرور. بعد كده هنمشي تاني، هنمشي نعدي على الإصلاحات طبعا، وبعد كده هنمشي هيقابلك هنا ايه؟ مدرسة. إذا احنا قابلنا 4 حاجات: أول حاجة مسجد، بعد كده مكتبة، إشارة مرور، تمام، وآخر حاجة المدرسة، وبعد كده تكمل طريقك على الحديقة. تمام. تعال نشوف بقى ايه الفرق بين التلات طرق دول عشان بيجيلك فيهم اسئله مهمه. بيقولك هنستنتج من الشكل ده ان لو انا عايز اروح مثلا من المنزل للحديقه، لو انت عايز تتسوق وانت ماشي في الطريق يبقى تختار الطريق رقم 1. يعني ايه؟ يعني انت لو طالع من المنزل عايز تشتري شويه شيبسي او او اي فواكه او اي حاجه وانت رايح الحديقه تاكلها هناك، يبقى ما تمشي من الطريق ده عشان هتعدي على محل البقاله. يبقى لو انت عايز تتسوق، التسويق دي يعني تشتري حاجات انت عايز تاكلها، عصير بقى، شيبسي، نايت، ايا كان، بتعدي على محل البقاله. تمام. يعني الطريق ده ماله طريق متوسط، يعني لا طويل قوي ولا قصير قوي. طيب لو انت عايز بقى توصل بسرعة، تمام، تختار الطريق رقم 2. قالك انت عارف رقم 2 ده ماله؟ قالك لو انت عايز توصل للحديقة بسرعة متاخدش اي وقت، تختار الطريق ده لانه ماله مباشر. يعني ايه مباشر؟ ما فيهوش اماكن كتير بتعدي عليها وما فيهوش اي منحنيات. تمام. لانه ده اقصر طريق. يبقى اكتر طريق قصير بيوصلك من المنزل للحديقة هو اهنو واحد؟ هو رقم 2 اللي هو الطريق ايه؟ اسمه الطريق المباشر، لانه ايه؟ صغير وسريع جدا. تمام. انت بقى لو بتعمل رياضه كده وعايز تمشي عشان تعمل رياضه وحركه وكلام من ده، فانت بقى هتختار الطريق التالت لان ده طويل جدا، فانت ماشي كده بقى ايه؟ تعدي على المسجد وتعدي على اشاره مرور وهكذا، فاسمه ده اطول طريق. طب تعال نشوف كده، انا لو مشيت كده ده طريق متوسط، يبقى اول طريق متوسط. طب لو انا خرجت من المنزل هنا على الحديقه ده قصير جدا فاسمه الطريق المباشر. طب تعال شوف الطريق الاحمر ده، يا نهار ابيض ده طويل جدا، يبقى ده طريق اسمه طريق ايه؟ بطيء. طيب وده ايه؟ اطول طريق. اذا اقصر طريق فين؟ اللي هو المباشر، واطول طريق فين؟ اللي هو البطيء اللي هو رقم ايه؟ 3. طيب بيقول لك اي ان الاختيار الطريق لا يعتمد فقط على السرعه. يعني ايه؟ يعني انت لما تبقى خارج من المنزل كده رايح الحديقه، انت مش كل همك تختار المكان اللي يوصلك بسرعه. شوف انت عايز ايه. يعني انا رايح الحديقه اهو، انا لو حابب مثلا اشتري كتاب اقراه وانا في الحديقه كده بقى مع النباتات والحاجات الجميله اللي هناك والحيوانات وكده والالعاب اللي هناك، فانا هختار الطريق رقم كام؟ 2. ليه؟ عشان في مكتبه. ايوه، ما انا همشي من المنزل اروح المكتبه اجيب الكتاب وبعد كده اخرج على الحديقه اقعد بقى اقرا الحكايه والروايه من الكتاب. طب انا لو انا عايزه اشتري مثلا شويه شيبسي على نايتي على حاجات من محل البقاله اللي هي السوبر ماركت يعني، فانا اختار الطريق ده. طبعا ما فيهوش محل بقاله. طب ده برضه ما فيهوش، يبقى انا اختار الطريق ده اللي هو اسمه الطريق المتوسط اللي فيه منحنيات. ليه؟ عشان انا محتاج ان انا اعدي على المحل البقاله اشتري لي شيبسي وحاجات شبه دي وعصير وكده واروح الحديقه اكلها واشربها هناك. تمام. فالطريق ما بيعتمدش على السرعه فقط، مش يلا او اي طريق هيوصلنا بسرعه، لا، شوف انت عايز ايه وانت ماشي في الطريق الاول عشان تجيبه وانت رايح للمكان اللي انت رايحه وبعد كده بتختار. امال يعني الطريق بيعتمد على ايه غير السرعه؟ من المهم ان احنا نفكر في الهدف والسهوله معا. يعني ايه؟ يعني قبل ما تختار اي طريق من الثلاثه للحديقه اختار الطريق اللي ايه؟ اللي بيعتمد على الهدف. هدفك ايه؟ هتجيب حاجه من المكتبه ولا لا؟ لو مش هتجيب خلاص مش هيمشي من الطريق ده. انا عايز حاجه من البقاله، من ما هو محل البقاله، يبقى اروح من هنا من السوبر ماركت. طب انا لو مش عايز حاجه من هنا ومش عايز حاجه من هنا وعايز امشي ماشي رياضه، يبقى اروح من ايه؟ الطريق الثالث. اذا الطريق اختياره لا يعتمد على السرعه فقط، مش يلا اي طريق سريع وخلاص، انما بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الهدف والسهوله معا، ان يكون ليك هدف في الطريق ده عايز تجيب منه ايه ويكون الطريق سهل. تمام. طيب بعد كده بقى بيقول لك عندك تدريب كده هنطبق بيه على الجزء اللي احنا شرحناه. بيقول لك اكتب كلمة صواب. كلمة صواب دي في الدراسات يعني صح امام العبارات الصحيحة، وكلمة خطأ. كلمة خطأ دي في الدراسة يعني غلط أمام العبارة الغير صحيحة. يعني من الآخر الأسئلة دي صح أو غلط. بيقول لك رقم 1: المسؤول عن تصميم مخططات المنازل والمدارس هو المهندس. يعني الشخص اللي بيخطط لمنزل أو مدرسة أو مستشفى أو أيا كان هو المهندس. يبقى الإجابة صح، يبقى إيه؟ نكتب صواب. بس إحنا في الدراسات ما بنعملش على هم الصح، بنكتبها كلمة صواب يعني صح.
تمام. طيب بيقولك رقم 2، اختيار الطريق بيعتمد على الهدف فقط. يعني انا لما اجي اختار طريق، الطريق اللي انا بختاره ده بيبقى كل همي انا عايزه منه ايه؟ لا طبعا، ده انا بختاره على اساس 3 حاجات: الهدف والسهوله والسرعه. هدفي من الطريق ايه؟ السرعه هيوصلنا بسرعه ولا لا، وهو طريق سهل ولا فيه منحنيات ولا ايه الدنيا. فيبقى الاجابه غلط، لانه لا يعتمد على الهدف فقط، ولا يعتمد على السهوله فقط، ولا يعتمد على السرعه فقط، بيعتمد على ال3. تمام. تعالى بقى هنا بما تفسر اللي انا قلتها لك الجزء الثاني. قلت لك بما تفسر يعني زي كلمة لماذا. تمام. طب بما تفسر يعني ايه؟ يعني ليه. بما تفسر يعني ليه. هتقول لي بما تفسر أهمية رسم مخطط للمكان كأننا نراه من الأعلى. يعني ليه بنرسم مخطط لأي مكان أنا عايزه كأني شايفه من فوق من الأعلى؟ الإجابة لأن ذلك بيساعد على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. تمام. السؤال رقم 2 بيقول لك قول لي بقى من خلال الجزء اللي انا شرحته الحصة اللي فاتت أهمية المدرسة في حياتنا. المدرسة مهمة في حياتنا ليه بقى احنا؟ طبعا عندك كذا إجابة. هتقول لأنها بيتنا الثاني، أو إجابة تانية لأنها المكان الذي نتعلم فيه ونقضي أوقاتا سعيدة مع المعلمين والأصدقاء. تمام. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الجزء الثاني من شرح الدرس الأول للصف الرابع الابتدائي. انتظروني إن شاء الله، هنشرح الجزء الثالث في فيديو جديد. ولو استفدت مني ووصلت معايا لغاية هنا اعملي لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.